السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متتبعين الأوفياء في قناة نليتينا. صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والهنا سنين دايما إن شاء الله. أنا رجعت لكم اليوم بفيديو ما يعني تلبية لطلب بعض البنات. عندي يعني بزاف من اللي طلبوا مني هذه الوصفة اللي هي قريوش تاع السنبولة. اليوم على بركة الله راح نوري لكم الطريقة والكيفية باش تتحصلوا على قريوش يكون يقرمش وفارغ الداخل وجامي يجيكم معجن وزيد بزيادة بني بزاف. تبعوا برك الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقة والكيفية اللي حضرت بها هذه الوصفة. قبل ما نبداو الوصفة ما تبخلوش برك عليا البنات بجمل الفيديو وبارطاجيوه مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة، وثاني باش يطلعوا ويشوفوا أكبر عدد ممكن من البنات ويستفادوا منه. نبداو على بركة الله الوصفة تاعنا. عندي هنايا 4 كيلات تاع فارينة، أنا كيت بهذا الكاس، درت يعني كمية قليلة ممليكم يعني المبتدئات باش يجيكم سهل باش تحضروه. ابداو بكميات هكذا يكونوا أقلال. كما قلت لكم أنا درت بهذا الكاس اللي يرفد 250 مليلتر، درت 4 كيسان تاع فارينة متعددة الاستعمالات. أضفت عليه كاس إلا ربع ولا كيلة إلا ربع تاع السمن يكون دايب وبارد، ورايحة نزيد نكمله بشوية زيت حتى يلحق كاس غير صبع موان ان دوا. بهذه الطريقة الزيت اللي ضفته الزيت يعني صونغو، زيت المائدة العادي. درك نبدا نبسس الفارينة مع السمن بهذه الطريقة. درك رايحة قبل ما نبسس هنايا نضيفوله قرصة ملح ونبدا ندخل مليح السمن مع الفارينة، نخلطهم مليح ونحكم مليح بنيدية حتى تحسي باللي ما بقاوش هادوك التكتلات، هادوك لي غرومو اللي يجوا في الفارينة. وإلا خفتي يعني ما ولا كما قلت لكم مبتدئة جوزه في الغربال هكذا يعني باش تضمني ما يقعد فيه حتى حاجة. نجيبو هنايا ما زهر نديرو نص كيلة ولا نص كاس كما قلت لكم. انا يعني هنايا بما ان موالفه نديرو درت برك عيني هي ميزاني، نتوما ديروا نص الكيلة. ضيفوا لها حبة بيض نخلطوها مليح بهذه الطريقة، وراح نضيف له درك مغرفة كبيرة تاع الخل الابيض بهذا الشكل. نعاود نخلط هذه المكونات نديرو في جيه ونجيب الخليط الاول راح نضيف له مغرفه تاع قهوه حليب خميره الخبز مع مغرفه تاع قهوه حليب ثاني تاع خميره كيميائيه لا ريفير شيميك تاع قهوه حليب هذيك المتوسطه ماشي هذيك الصغيره كامل. نعاود نخلطو ودرك نبدا نفرغ هذاك الخليط تاع البيض مع ما الزهر والخل نفرغه كامل على خطره، ومن بعد نجيب شويه ماء ونبدا بل ما نجيب هذاك الماء نبدا نجمع العجينه تاعي ونشوف انا يعني على بالي بلي ما تنمليش بهذاك ما تنطمليش بهذاك هذيك النص كيلة تاع ما زهر. درك جبت شويه ماء ونقعد نضيف غير بشويه هذاك الماء حتى تنطملي كامل العجينه تاعي، ونتحصلوا على عجينه تكون طريه يعني العجينه ما لازمش تكون متماسكه بزاف وثاني ما تجيش يعني مطلوقه، تجي شويه حكمه روحها. راح نوري لكم القوام تاعها، تبعوا برك النصائح والكيفيه اللي حضرت بها هذا القريوش. صدقوني يعني يجيكم واحد القريوش يهبل يقرمش وما يجي جامي يجي معجن وزيد بزياده بنين بزاف. نتحصلوا على عجينه كيما هذه كيما راكي تلاحظي. درك هنايا اخلاص هذه هي العجينه اللي لازم تحصلي عليها. درك رايحه نوري لك القوام تاعها بهذا الشكل، وباش تسهل لك يعني العمليه كي تجي تحليها قسميها هكذا على 3 ولا درتي كيله كبيره دي قسميها على 4 وديريها في ساشيه ولا في غلاف بلاستيكي وخليها تريح على الاقل واحد نص ساعه هكذا. كي نخلوها تريح رايحه تساعدنا يعني تساعدنا بزاف كي نجو نحلوها. انا خليتها واحد نص ساعه وليت ليها. درك في البلون طرافاي رشيت شويه مايزينا وحليتها بالحلال. درك نبداو يعني نشكلوا التوريق تاع القريوش
يعني نواسوها كي شغل رانا نديرو لاباط فويتي. هنا كيما شاهدتوا يعني كلش راه موضح في الفيديو. جبت هذاك تاع الفوق وهذاك تاع التحت وغلقت عليها، ودرك راني نحل عليها هكذا بالحلال. نحلو نبداو من الوسط ولا الاطراف، وخطره على خطره نرشوا عليها شويه مايزينا، ما تكثروش برك المايزينا. نحل العجينه تاعي بهذه الطريقه حتى نتحصلوا يعني على عجينه تكون رقيقه. هنا يعني تعمدت نقسمها على زوج كما قلت لكم للمبتدئات، باش يعني تسهل لك العمليه. خدمي بكميه يعني صغيره هكذا باش يعني تتحكمي في العجينه تاعك حتى نتحصلوا على السمك يكون شويه رقيق. راح نوري لك السمك تاعها. هنا جبت كرتونه طول تاعها 20 والعرض 12، ورايحه نوري لك السمك تاعها كما قلت لكم. شوفوا يعني كيف يجي رقيق. ونبداو درك نشكلوا هادوك الخطوط تاع الوسط اللي يجوا في القريوش. نجيبوا الجراره، انا يعني هاد الجراره لا شويه عيانه، هذيك المليحه تبحرت اللي ما لقيتهاش خدمت بهذه بصح مام هكذا كما شاهدتوا يعني ما شاء الله عليه. درك نبدا نشكلو هاد الخطوط شكلي تقريبا واحد من 15 حتى ل 20، وشوفوا يعني ما نلحقش حتى للطرف غير في الوسط. ونبدا نحلها هكذا بهذه الطريقه، نقلبها في الاول رايحه نديرها على زوج ونعاود نديرها على 4 ونشكلها بهذه الطريقه وتحصلي على السنبوله هذيك تاع الكريوش كيما موالفين نشوفوها بهذه الطريقه. نغلق عليها الحواف ونبدا نحي هذيك زياده بهذا الشكل ونتحصلوا على هذا الشكل. شوفوا يعني طريقه سهله، تبعوا برك كما قلت لكم الخطوات وما تزربوش ثاني الفيديو. بعد وحده تقول لي ما خرجليش ولا جاني هكذا ولا هكذا. تبعوا الخطوات اللي قلت لكم باذن الله راح يعني يخرج لكم ما شاء الله، خاصه البنات. كما قلت في الاول اللي طلبوا مني هذه الوصفه راني لبيت لكم الطلب تاعكم. جربوا الوصفه وخلوا لي رايكم في التعليقات. نكمل كامل الكميه تاع القريوش اللي درتو العجينه اللي درناها، وانا غنكمل هكذا نحطهم هكذا في الصحن ونغطيه بالساشيه باش ما يعني ما ينشفوليش ويبسولي، ويعني فيه شويه خميره يخمر شويه. وباش يعني ثاني للمبتدئات ضمني ما ينحلولكش نحلكش هذاك القريوش ديالك، ديري له باية تاع البيض في الاطراف هكذا يعني تضمني ما تنحلكش الحبه ديالك. فوق النار انا حطيت مقله، درت تقريبا المقله تاعي مغطيه بالزيت، نخليها حتى تسخن. يعني هنايا اعتذر في الاول كنت حاسبه كان يصور في الاول بصح حتى كي جيت نشوف لقيته ما صورش بصح المهم فقط قبل ما نكمل كامل الحبات نقليهم كامل. المهم راني نوري لكم قليت ديجا انايا حبات هادو اللي تبقاو راني نقلي فيهم. وكما لاحظتوا غنحط الحبه جبت هنايا هو العود هذا تاع الشواء. نبدا نحل في هادوك الخيوط هادوك اللي درناهم في الوسط هكذا باش يتنفخوا لي وما يلصقوليش وتتنفخ لي الحبه تاع قريوش. ما تقووش برك النار، ديروا النار يعني متوسطه هكذا باش يطيب لك ما يجيكش يعني معجن الداخل، وثاني باش يتنفخ ويجيك فارغ الداخل. غير تشوفيه تقلاه هكذا من الجهه قلبيه من الجهه الاخرى قاعد يعني تقلبي فيه حتى يديلك اللون اللي تحبيه. كاين اللي يحبوا اللون تاعو لون ذهبي يكون كلاغ، وكاين اللي يكون يحبوا غامق. بعد ما طيبته كامل درته في الصفايه ودرك ما نديروش هكاك هو سخون في العسيله ويجي يعني مبسس وهشيش. خليه حتى يعني يبرد شويه وبدا يتعسلي فيه وما نحطوش يعني بزاف العسيله، غير ندخلوه هكذايا ونخرجوه بهذا الشكل. شوفوا يعني الشكل تاعو وهكذا نكونوا يعني كي نعسلو كامل القريوش تاعنا. درك رايحه نوري لكم القريوش ديالي جاهز وحاضر باش نقدموه. هذا هو الشكل النهائي ديالو
قريوش السنبولة يجي مقرمش ولا مقرمش ويجي هشيش. وبهذه الطريقة نضمن لك ما جامي يجيك معجن. تبعي برك الخطوات. رايحة نقسم لكم حبة وتشوفوها كيف دايره الداخل. شوفوا يعني هكذا برك تعرفي بلي جا فارغ وجا الشكل تاعو ما شاء الله. شوفوا الشكل تاعو من الداخل كما قلت لكم يجي فارغ. وانا ما بقى لي غنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.